الحياه بعد التخرج. تعالى اقولك لو انت لسه متخرج من الكليه او لسه بتدرس تعمل ايه علشان تدخل سوق العمل. اول حاجه قبل ما تتخرج لازم تكون مقرر انت تعمل ايه في الكارير بتاعك وهيكون عامل ازاي، سواء هتكمل في مجال دراستك او لا. تاني حاجه ومهمه جدا جدا، لازم في فتره الكليه سواء فنون جميله او غيرها انك تعلم نفسك وتاخد كورسات في المجال اللي انت حابب تكمل فيه، لان غالبا الدراسه في الكليه مش هتكون كافيه لسوق العمل. تالت حاجه ومهمه جدا برضو انك تعملها في خلال فتره دراستك في الكليه هي انك تدخل نشاطات وتشارك في معارض وايفنتات وحاجات خاصه بالمجال بتاعك عشان يكون عندك خبره وتكون دايره معارف. رابع حاجه اهتم انك تبني السي في بتاعك وتبدا تكتب فيه من دلوقتي حتى لو انت لسه بتدرس. وزي ما كنت كلمتكم في حلقه السي في ان لو لسه ما عندكش اي خبره وما اشتغلتش في اي مكان قبل كده، حط انجازاتك خلال فتره الكليه زي الايفنتات والمعارض والكورسات والانشطه الخيريه لحد ما يبقى عندك خبره عمليه كويسه في المجال تقدر تضيفها. كمان اعمل بورتفوليو ومعرض اعمال سواء على بيهانس او غيره، عشان شغلك ومستواك هو الواجهه بتاعتك وهو اللي هيخليك تلاقي شغل بسهوله بعد التخرج. اخيرا ودي حاجه مهمه جدا، مش لازم اول ما تتخرج تشتغل في شركات كبيره.